البو والمحفوظ والسيدي والأعمر مشارك من موريتانيا. هذا الزي اللي أنا لابس هو الزي الموريتاني الرسمي. موريتانيا لديها شعر شعبي ولكن هو مختلف عن الشعر النبطي، عنده أوزان خاصة به، وعنده كذلك اللهجة الموريتانية المحكية، اللهجة الحسانية تختلف عن اللهجة في شبه الجزيرة العربية، في الخليج، شبه الجزيرة العربية عموما. قررت يعني بعد اشتغال على نفسي كثيرا أقدم على المسابقة وإني أشارك. من نواكشوط؟ إيه نعم، العاصمة. لباس عليك؟ ما شاء الله بخير الحمد لله. شحال الخيام؟ الخيام على خير الحمد لله، ما عنهم بس. ما شاء الله ما شاء الله. لله. أنت تكتب الشعر النبطي؟ إيه أنا أكتب نبطي وأكتب شعر شعبي موريتاني. اللي هو باللهجة الحسانية؟ الشعر الحساني صح. ايه. من متى تكتب شعر نبطي؟ شعر نبطي يمكن 3 أو 4 سنوات تقريبا. تأثرا ولا عندكم أصيل؟ لا أنا تتلمذت على شاعر المليون عن بعد، أتابع، ولما صار عندي اهتمام أكثر صرت أعود لليوتيوب وأتابع كل حلقات شاعر المليون تقريبا. ما شاء الله الموهبة عندك، بس طبعا الشعر النبطي ما هو إلا امتداد للشعر أكيد الفصيح. أكيد. القوالب الشعرية واحدة والقافية وكله. تفضل سمعنا. أقول الحرف يسبح في تفاصيل الشعور، في لحظة الإبداع من عمق القصيد، وهو جاسها ينتابني فيه الحضور، من جيته يختال في لحن فريد، أسكرت نفسي فيه من عذب الخمور، من كثر ما صارت تصاويره تزيد، لما تناقص نبضها خلته قصور، يقتل تنامي هايسي قتل شديد، هزيت من جذع المشاعر والتمور، قصر القوافي في تماديه البعيد، وتساقط الإبداع من بعد الفتور، في لحظة يحيا بها عمر مديد. جميل، أنا أجيزك بتميز. الله يعطيكم الصحة. اليوم أنت أول شاعر موريتاني يشارك في المسابقة وهو عايش في موريتانيا. يعني نعم، أول مرة، يعني هذه أول مرة أروح على دولة خليجية. وأول شاعرين في المسابقة من موريتانيا في الشعر النبطي. سبقا كانت مشاركة من قبل لشاعر موريتاني عايش في الإمارات. اليوم أنت من موريتانيا. نعم. أقول لك هو أول مرة بزور منطقة خليجية. ما شاء الله. قصيدتك تستحق الإشادة والإجازة، أنا من طرفي أجيزك وأتمنى لك كل التوفيق. البو فعلا شاعر والله أدهشتني. يعطيك الصحة. أنك اكتسبت الشعر النبطي عن بعد يعني، وتتلمذت على حلقات شعر المليون. نعم. فأنا سعيد في مشاركتك. والله أنا أسعد. أنا مرة كتبت لي بيتين بالشور يا راعي الوتة، إذا تكرمت حانيني، حبك دخل مهجتي حتى أيوة النوم ما ذاقت عيني. الله الله. كنا في موريتانيا. نعم. طبعا بالشور عندكم المفردة هذه. الشور. بالشور يا راعي الوتة السيارة. تمام. إذا تكرمت حانيني انتظرني، حبك دخل مهجتي حتى. أيوة. حتى يعني إلى آخر. كثير. النوم ما ذاقت عيني. هذه بيتين اللي أذكرها في موريتانيا كله. يا سلام. بتعرف لغات معنا؟ نعم. وطبعا الوتة سيارة في موريتانيا. شاكرين حضورك. أيوة. الله يحفظك خير إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة يحفظك. أنا سعيد جدا ومبسوط أني تمت إجازتي بالإجماع من قبل أعضاء لجنة تحكيم شاعر المليون، وبتميز بعد. شاعر المليون حلم، والوصول للبيرق هدف، ونحن كلنا إصرار وعزيمة إن شاء الله.